السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. يلا كده قبل ما نبدأ الفيديو، اللي ما اشتركتش في القناة تشترك في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديوهاتي وكل وصفاتي، ويا ريت ما تنسونيش من اللايك. نبدأ الفيديو بتاعنا النهاردة. الفيديو النهاردة عبارة عن تفريزات فاكهة يعني، او بمعنى اصح كده هنعمل حاجه تسهل على نفسنا ان احنا في يوم رمضان لو الوقت قصير جدا ومش مكفي ان احنا نقوم نعمل كل حاجه، هنطلع يا دوبك الكيس من الفريزر نحطه في الخلاط نعمل العصير بتاعنا وخلاص. فيا ريت يعني اللي بيتفرج على الفيديو يشوف ايه الفكره اللي هتعجبكم من الفيديو ونفذوها. ممكن ندي افكار لبعض يعني. هنا انا كنت هعمل عصير. اول حاجة معانا برتقان طبعا وبتحط عليه جزر. في ناس بتحبه بالجزر وفي ناس بتحبه من غير جزر. احنا اكتر حاجة بنحبها البرتقان من غير جزر، بس كده بس. عشان كده هعمل ايه؟ هعمل كمية صغيرة جدا بالجزر. اللي بيحب بقى طبعا البرتقان بالجزر يزود طبعا الجزر زي ما هو عاوز. المهم، قبل ما نكمل مع بعض، نصلي على النبي كتير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم عشان ننال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. طبعا احنا بنذكر بعض دايما. ربنا يجعلنا يا رب عونا لبعض، اللهم امين. هنا انا كنت قطعت الجزر بتاعي، مش قطعته رفيع، قطعته يكون يعني ايه القطعة سميكة شوية تستحمل، عشان انا هسلقها في قيمة كوباية مية بس مش في كتير. كوباية مية أو كوبايتين مية، مش عاملة كتير أنا أصلا للجزر يعني. بحط عليه معلقة سكر وبخليه بقى يستوي على النار لحد 3/4 سوا، بيعتبر مستوي كامل يعني. أخده. بعد كده أطلعه على مية ساقعة عشان أوقف عملية التسوية بتاعته وأبرده، وفي الآخر هفرزه معاكم دلوقتي في العلب اللي احنا هنحطه فيه. وطبعا احنا اي حد مثلا بيحب اي عصير يكتر منه. انت مثلا بتحبي عصير فراولة لوحدها، هتحط فراولة لوحدها، فراولة بالموز نحط فراولة بالموز. احنا مثلا بنحب مثلا موز باللبن، فراولة باللبن، فراولة بالموز باللبن كده يعني. كل واحد بيحب الحاجة اللي كل واحد يعمل الحاجة اللي بيحبها. طبعا الموز بيسمر بسرعة جدا، فعشان كده بنحط عليه معلقة سكر ونقفل العلبة كويس قبل ما يلحق يتأكسد. لو حطينا عليه ليمون بيدي مزازة. الليمون ماشي بيحفظ من إن الحاجة تسمر وكل حاجة او تاخد لون، بس في نفس الوقت مش كل حاجة ينفع فيها ان احنا نحط على الموز ليمون. ممكن ينفع مع الجوافة لكن ما ينفعش مثلا مع الفراولة، هيديها مزازة بزيادة وهتبقى ليها طعم مختلف يعني. وما ينفعش برضو مع البرتقان، لان البرتقان كده كده اصلا حامض، فبلاش الليمون. وممكن نحط معلقه سكر تعتبر ماده حفظ، وفي نفس الوقت احنا ما نطولش عليه، نسيبوش مكشوف يعني، يا دوبك نقطع ونحطه في العلب على طول ونقفله. وفي طريقه تانية لحفظ الموز برضو، انا كنت دايما بحفظه بقشره. اجيب الصوابع احطها في الاكياس او في اطباق فل كده واقوم مغلفاها واسيبها بقشرها. اما بعوز اعمل عصير بطلع صباع او صباعين الموز وبسيبهم يهدوا حاجات بسيطة خالص، وبيتقشر سهل جدا يعني. وبيفضل محتفظ والله بلونه، ما بيبقاش اسمر ولا حاجة. اهم حاجة اللي انا هعمله على طول افضيه على طول في الخلاط وابدا اضربه. دلوقتي انا بعمل ايه؟ بقشر جايبه اناناس او زي ما انتوا بتسموه كانتالوب. هو كان صغير كده وحلو يعني، قلت ده ينفع للعصير. طبعا اللي بيحب الكيوي يجيب الكيوي، احنا مثلا ملناش في الكيوي قد كده، فقلت ايه الاناناس بديل يعني. وفي نفس الوقت الاناناس مفيد جدا جدا لانه في الياف، وفي رمضان في الصيام الحاجات دي كلها بتدي يعني، بتروي الانسان لما بيكون صايم خلاص وفطر محتاج يعني حاجه تعوض. الاناناس جميل جدا ما شاء الله اللهم بارك. عموما الفاكهه كلها مفيده جدا، ويعني ما شاء الله يعني. شوفوا جمال الالوان كلها، احمر اخضر البرتقاني الموز.
ما شاء الله كل الفاكهة جميلة، كل الفاكهة جميلة جدا اليومين دول. ويعني ربنا الحمد لله مأنعم علينا يعني من فضله وكرمه يعني ان الحاجات دي كلها موجودة والله الحمد لله. فنقطع الكنتالوب او الاناناس ده، نقطعه، ناخد القلب بتاعه نشيله، وبعد كده نقطعه بقى، نقطعه بالطول، نقطعه مكعبات، نقطعه زي ما احنا عايزين نقطعه التقطيع اللي نحبها. عموما هو كده كده في الاخر هيتعمل ايه؟ هيتعمل عصير، يعني مش شرط ان احنا نحدد التقطيعه بالظبط. الايد الصغيره العسوله الاموره ديت بتاعت ابني حبيبي حبيب قلب ماما ربنا يبارك لي في عمره، كان عايز يساعدني. فقلت له تعالى ادخل معايا. غسل ايده طبعا وزي القمر وكل حاجه، كان عايز يلبس جوانتي، قلت له لا الجوانتي هيبقى كبير عليك. فهو ايه، سمع الكلام الحمد لله واشتغل معايا بايده. ربنا يبارك في اعمار ولادنا يا رب، ويحفظهم ويسترهم ويجعلهم من الصالحين، اللهم امين. قطعت الموز، وقطعت الجزر، حطيته يتسلق. ودلوقتي بقطع معاكم الاناناس. ما شاء الله اللهم بارك، طعمه سكر يعني لسه، يعتبر ديت يعني مش ايامه قوي، وبادئ بطعم جميل، طعمه مسكر جدا الاناناس والله. فما شاء الله اللهم بارك، يعني كل دي فاكهة بتخلي الإنسان فيها ألياف، يعني بتخلي الإنسان في رمضان لما بيشرب أي حاجة من ديت، أو لو موجودة وبتتقطع حتى بياكلها كده بالشوكة ولا بأي يعني بياكلها، بتبقى جميلة جدا ما شاء الله اللهم بارك. احنا عندنا الفراولة الله أكبر اليومين دولت جميلة جدا ورخيصة مش غالية. وبصراحة الفاكهة دي كلها مش غالية، يعني اليومين دول الفاكهة دي كلها مش غالية. الأناناس ب10 جنيه، الفراولة ب12، وال والموز ب12. فما شاء الله اللهم بارك، يعني اسعارهم مش غاليه. احنا دلوقتي مش بنعمل تفريزات يعني عشان ان احنا خلاص دي اخر حاجه في السنه بقى ولازم نعين ونعمل تفريزاتنا، لا لا خالص. احنا لو كل واحده فينا اشترت حتى لو كيلو واحد من اي حاجة هي بتتسوق مثلا، وجابت كيلو برتقال، كيلو فراولة، كيلو اناناس، مش شرط ان احنا نعملهم على بعضهم كوكتيل او نحطهم على بعض في عفوا، او نحطهم على بعض في علبه تكون مشكله. بالعكس، طب ما احنا ممكن نعين كل حاجه لوحدها في علبه، او نعينهم كل حاجه لوحدها في كيس، وبعد كده ناخد يعني ونشكل براحتنا من الحاجه اللي احنا عايزين. يعني عادي، ما تضيقوش على نفسكم، وكل واحد يقدر يعمل حاجه يعملها، مش شرط ان انا اروح اجيب 10 كيلو برتقال و5 كيلو اناناس و5 كيلو فراوله، لا خالص. انا مثلا هنا ما كنتش جايبه غير كيلو او 2 كيلو بس برتقال، ودول اللي كانوا باقيين معايا كمان يومها. الفراولة مثلا كنت مكترة شوية. الأناناس مثلا نحب ناكله أو نحب إن يبقى معايا مثلا 4 أو 5 عادي، لو كل مرة هعين إن شاء الله واحدة أو 2 بس من الحاجة. فهيبقى عندي الحاجات اللي انا بقى محتاجاها. يعني يا جماعه ما تكلفوش نفسكم وتأزموا الامور، يعني والله الدنيا متاحه جدا، ورمضان ما شاء الله اللهم بارك. ربنا يبلغنا رمضان يا رب، ويعتق رقابنا فيه من النار. افضل شهر والله، وكل حاجه فيها بركه، القليل فيه ربنا بيبارك فيه. فمش لازم ان احنا يعني نقول رمضان جاي، رمضان لازم نحوش حاجات، لازم نبقى عندنا اكل كتير وشرب كتير. بالعكس، ده الانسان بيبقى صايم طول اليوم، وتيجي يحس ان هو خلاص هياكل كل اللي قدامه، بيلاقي نفسه اقل حاجه بتبقى بتكفي. يعني ما شاء الله اللهم بارك، يعني ربنا بيبارك. هنا بقى كنت بجمع العلب، انا خلاص جبت الجزر بعد ما اتسلق معايا اهوت، وهوزع بقى العلب بتاعتي. ممكن اعملها علب مشكله، يعني احط من الاناناس على الفراوله على البرتقال على الموز براحتي زي ما انا عايزه. ممكن اعمل اناناس لوحده، اعمل فراوله لوحدها، اعمل موز لوحده ومعوز انا ابقى اخد منه. وطبعا هعمل علب فيها برتقال على جزر. وان شاء الله طبعا مش ديت اخر حاجه في البرتقال، يعني البرتقال الصيفي ما شاء الله خلاص طالع اهوت. وهو ده اصلا بتاع العصير، يعني هو ده اصلا البرتقال اللي بيتعمل عصير، اللي هو بيدي اللون المظبوط والطعم المية مية يعني. فانا ان شاء الله بفضل الله هفرز برتقال من اللي هو ان شاء الله اللي هو طالع اليومين دول. الصيفي هيبقى برتقال لوحده، لان غالبا يعني احنا ملناش في البرتقال بالجزر قد كده، فهيبقى برتقال بس. فكده كده هيبقى عندنا يعني ان شاء الله، لو كل يوم حتى لو كل مرة لو كيلو واحد حاجة. النهاردة كيلو مثلا اناناس، انا فايض عليا خلاص جبت كيلو اناناس، هعمل النهاردة تفريز ان شاء الله يكون كيسين او علبتين اناناس. كذلك مثلا كيلو جزر حلوة كده هعمله، هقطعه واسيبه دوت للعصير مع البرتقال.
الفراولة كذلك، انا مثلا جايبه كيلو فراولة هنعمله مثلا فريش لو هنقطع سلطة فاكهة او حاجة، وكيلو تاني ممكن اعينه. مش شرط ان انا اروح اجيب يعني كل مرة اكلف نفسي اجيب ب100 جنيه مثلا، او 5 كيلو من كل حاجة، او 10 كيلو من كل حاجة، او 3 كيلو من كل حاجة. مشوا الدنيا كده وان شاء الله ربنا كريم يعني. طول ما احنا عايشين وفينا نفس احنا الحمد لله ربنا الرزاق يعني. ربنا ما بينساش حد، ربنا ما بينساش حد. الرزق ده بتاع ربنا يعني، فما تكلفوش نفسكم فوق طاقتها، وعيشوا يومكم بيومكم، والحمد لله اليوم بيوم يعني، وربنا هو اللي بيقسم الأرزاق يعني. انا كده بقى خلاص خلصت، وبعبي خلاص عبيت كل علبة، حطيت فيها بقى اللي انا حطيته في قلبها، اللي هو زي ما انا قلت اناناس لوحده، او فراولة، او موز، او من ده على ده على ده، شوفوا بقى زي ما انا احب يعني. وفي الاخر اتبقى عندي الفراولة اكتر طبعا، فهعمل اكياس فيها فراولة، مش لازم علب بقى. قلت احط ايه مثلا كل كيس على قد ما انا هبقى محتاجه الوقت دوت. اطلع مثلا اعمل منه المره، عوزت زياده او عند ضيوف هطلع كيسين مش شرط، او علبتين كده يعني. فما شاء الله اللهم بارك يعني. الحاجه جميله جدا، والفاكهه اليومين دول تحفه جدا. اعملوا اللي تقدروا عليه، عشان على الاقل بتوفروا في الجهد بتاعكم في رمضان. ديت كانت يدوبك نبذه، بس انا بديكم مثال. وطبعا اللي عنده اي حاجة وعايز يعملها، ولا عنده اي انواع تانية وعايز يضيفها، طبعا كل واحد يعمل اللي يريحه، ويعمل الحاجة اللي بيحبها. ربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا يا رب، ويغفر لنا ذنوبنا، ويبلغنا رمضان، ويعتق رقابنا فيه من النار. وطبعا بشكركم جدا انكم بتتفرجوا عليا طبعا على فيديوهاتي. وما تنسونيش من دعاكم، انا محتاجة دعاكم ان شاء الله بنية طيبة كده يا رب. ربنا يتقبل منكم، يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال يا رب. وما تنسوش اللايك، وما تنسوش تشيروا الفيديو مع كل صحباتكم واخواتكم، وبحبكم في الله. ربنا يجمعنا على خير دايما يا رب.